يا مساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا على يوتيوب او على فيسبوك او بيسمعونا على جوجل بودكاست وسبوتيفاي وحلقة جديدة من زي كاست. الحلقة النهاردة كورة، بس الحلقة النهاردة فيها كل ما يتعلق بكرة القدم وتحديدا المحلية، وبين قوسين ما يحدث مؤخرا في دورينا المصري الممتاز. وقلت علشان يعني اعرف اتكلم معاكم بقى في كل ما يخص كل الكلام ده، لازم يكون ضيفي مبدئيا يكون قريب مني علشان الكلام بقى يكون رايح جاي زي ما بنقول في كل حلقات البودكاست، والناحية التانية يكون شخص أكاديمي مهني مؤهل ذو علم عنده خبرات ليه تواجد سابق، علشان هو قال لي لازم تقول بس تواجد سابق في اتحاد الكورة سابقا في وقت ما، وهو حاليا وكيل لعيبة محطوط على التراك الصح ان هو ان شاء الله نشوفه في يوم من الايام اما خورخي مينديز او مينو رايولا قادم. خلونا ارحب بالكابتن مروان شربيني، اخويا الله وصاحبي، الله. واللي النهارده بتفخر بيه جدا لا وبقول لا معاه رئيسة حبيبي الفيفا حبيبي وهيجيب لنا لعيبه من كل حته. لا ان شاء الله. انا ان مبسوط شاء قوي ان انت قبلت الدعوه، ربنا يخليك والله ما اقدرش يعني. والله العظيم مبسوط جدا، لا ومبسوط جدا ان احنا قعدنا ندردش دلوقتي اصلا قبل ما نسجل. انت فتحت لي عيني زي ما بنقول على شويه حاجات. مروان يعني برحب بيك الاول قبل اي حبيبي. حاجه. اول حاجه مبسوط ان انا قاعد معاك بقى قاعده رسميه كده. ايوه مايكات قدامنا. ايوه لاول مره دي، خلي والناس بالك. هتشوفنا بقى يعني، بس الفرق ان احنا مايكات قدامنا هيشوفوا قعدتنا انا وانت بقى، قعدات الصفا مظبوط. بتاعتنا. احنا نلعب بعض كده ثواني من 16. 2016 اول مره انت استقطبتني قلت لي تعالى، بس انت ايوه قاعد بتعمل ايه ايوه انت؟ ايوه صديقنا التخين. الله ينور عليك. مش هينفع طبعا نقول اسمه، انا عارف طبعا. انت مش عايز تقول. عاشق المكرونه والكشري. قال لك تعالى باتيو هنقعد آه. ناكل آه. ونشرب ونشوف بقى في ايه. بس فاكر اليوم ده بقى اللي حصل، كمية الإسفاف اللي حصلت واحنا آه. قاعدين واللعيبة كلها من نادي معين قاعدة. للاسف انا فاكر حدث، يعني كان في يومها كان في بعدها ماتش مهم، اهلي وزمالك انا فاكر. اه وفي بعض اللعيبه اللي كانت كان انا ببص في الساعه وببص في اليوم، احنا قاعدين متاخر وفي ماتش بعد بكره كان اهلي وزمالك. لا يا عم ما كانش بعد بكرة ولا حاجة. والله العظيم كان بعدها لا بيومين، او والله انا فاكر كان بعدها بيومين، لدرجه ان في يعني في فريق من الاثنين كان عامل المعسكر بتاعه، كان في المعسكر اوريدي. وبعض اللعيبه اللي كانت هتشارك في الماتش ده الله اعلى واعلم بقى من اي فريق، يعني كانوا موجودين معانا وقاعدين عادي وسهرانين والدنيا جميله ومفيش اي حاجه. يمكن دي لا. كانت الحاجه يمكن الوحيده. انت ذاكرتك بقى ما اعرفش، لا انا لا لا ذاكرت انا لا مش لا، في فاكر حاجات اي ما حاجة. تنساهاش. يمكن دي بقى الحاجه الحلوه اعتقد في اليوم ده من وجهه نظري، ان احنا اتقابلنا. دي كانت اول مره ده نتقابل، اكيد ده اكيد ده اكيد. وقعدنا نقرا رؤوف خليف ومدحت شلبي اوه والحطه والبطه والنطه. طبعا طبعا. وسبتني انت من بعدها في سنين طويله، عملت من خلالها شويه انجازات انا فاكر، على صعيد الانتقالات تحديدا هنتكلم في النقطه دي قدام شويه. ودلوقتي انت مؤهل او معتمد زي ما معتمد بنقول من الفيفا، ان معتمد من انت الفيفا. فوتبول ايجنت خلاص فيفا رسميا. لايسنسد ايجنت. الحمد لله بعد ما نجحت امتحان صعب جدا، يمكن اكتر من 80% الناس في مصر يمكن ما عرفتش كم واحد تعدي. كانوا في الامتحان؟ ما اعرفش والله العدد، بس يعني اللي فات ممكن اقول ما بين 20-25 واحد، كان في النسخة اللي قبلها برضو. كم واحد بينجح وكم واحد بيسقط؟ لا نعرفهم احنا، ممكن مثلا حتى الان من 60 واحد ممكن يكون 3 4 5 اقل من 10% هم اللي نجحوا. 3 من 60؟ ده اللي انا اعرفهم انا، ده مش 5%. في ناس كتير قوي دخلت ما اعرفهاش، يعني في ناس معروفة مثلا عارف ده فلان الفلاني مع لعيبة كذا وكذا وكذا، وده فلان الفلاني اشتغل مع كذا. وفي ناس انا فعلا اول مرة اشوفها يعني. ممكن ما تعرضت لهمش في الشغل، فما اعرفش اذا كانوا هم نجحوا ولا لا. وهو الامتحان بيكون بالصعوبه دي يعني؟ لان صعب انت كل واحد انت بتخش باللابتوب بتاعك يعني. والانترنت كونكشن بتاعك، وكل واحد فينا بيجي له اسئله تانية خالص عن التاني. وكلها فيما يتعلق بالترانسفيرز بقوانين انت الاتحاد ماليه بستادي ماتيريال 900 صفحه. مهم. بتخش انت بقى السؤال بيجي باكتر طريقه ثعبانيه ممكن تتخيلها. بيلف لك السؤال زي ما بنقول، لازم وبيجيب لك كيس، يعني بيقول بيجيب لك مثلا كيسز، وبيبقى مش دي بقى المشكله بقى ان في في نوعين من الاسئله. مهم. في اختار واحد من الاجابات واحد، وفي اختار الاجابات الصحيحه. فانت مثلا لو عندك الاجابه ممكن الصح بتاعها الف وب صح، لو اخترت الف ب وجيم شكرا. غلط، لو اخترت الف بس غلط. انت لازم تسلكت كل ما هو صح. كل ما هو صح. فدي هي نوعيه الاسئله اللي احنا كلنا كنا بنخش فيها الصراحه. طب انت النهارده يعني بما انك معتمد، ايه اللي بيفرق الوكيل المعتمد من الفيفا عن الوكيل العادي؟ بص انا دايما بشبهها ايه،
اللي بينتحل شخصيه طبيب. انت فاهم؟ انت مش هتروح تشتكي في نقابه الاطباء، ما هو اصلا مش طبيب. بالظبط. فاهم؟ عارف انت كان طلعت موضه فتره اللي هي الجريمه دي، الناس بتنتحل صفه طبيب، يقول لك اصل انا عارف. طب بالنسبه لفي قوانين، طب انت تعبت فيها؟ لا. طيب هل انت دلوقتي اللعيب ده ماضي لك؟ يعني ماشي، اللعيب بيحبك وبيشتغل معاك وكل حاجه، بس الفيفا دلوقتي مانع الانديه من ان هي تتعامل مع وكلاء غير مرخصه، ومانع اللعيبه ان هي تتمنع، لعيبه ومدربين وانديه ان هي تتعامل مع اي وكيل غير مرخص او سمسار غير مرخص او وسيط غير مرخص. هو في كمان سمسار مرخص؟ يعني هي فيفا ايجنت، ما فيهاش بقى كلمه سمسار وايجنت بتاع، هي فيفا ايجنت. انت وانس ان انت ايجنت تبع الفيفا، فانت كده خلاص، انت كده معتمد. بالظبط. لكن فانا جزء ما يسمى جزء من الايكو سيستم او بيئه العمل الكامله، الايكو سيستم، السيستم الكامل للفيفا، سواء من مدربين وانديه وكل دول. انا دلوقتي جزء منهم. انا دلوقتي عندي في البورتال بتاعي بخش بالايميل واللوجن بتاعي بالباسورد. والله شفت حاجه عايز اعمل لها ريبورت، اقول والله انا شفت يا جماعه حاجه غلط، بما فيهم مثلا تلاعب بالمباريات، انا سمعت قصه، يا ريت يا جماعه تنظروا في الموضوع او تبحثوا في الموضوع او تفتحوا انفستيجيشن او ايا كان. وبناء على ان انت معتمد منهم فبيسمع لشكواك. بيسمع لشكوايا بقى، ممكن يرد في حته انونيمس بقى ان انا اقدم بشكل مجهول بقى. تبعت يعني انت جزء بقى من السيستم، لو شفت حاجه غلط قول. وده اللي مش مصرح لاي حد مش من المنظومه ان هو يعمل، لازم يكون حد من المنظومه. بالظبط. انت بقى يعني كوكيل كمان معتمد، انت المفروض ان انت على درايه كافيه بالقوانين. مفيش حد طبعا مخه دفتر وحافظ القوانين 100%. طب بما انك على درايه كافيه بقى بالقوانين، اما انا هرجع معاك تاني برضو لشق الفيفا ده. بس ريسنتلي مؤخرا انا انام اصحى مفيش غير حاجتين هما اللي بشوفهم اعلاميا. الزمالك انسحب، الزمالك هيكمل، الزمالك ايه العقوبات اللي هتوقع عليه، الزمالك ايه العقوبات اللي وقعت عليه بعد ما انسحب من ماتش الاهلي. الزمالك قال ان هو هينسحب من ماتش الاهلي لقوه قاهره. البيان طلع بان الزمالك انسحب من اعتذر على المباراه. الزمالك هيعاقب ان هو ينزل درجه رابعه، مش عارف ولا درجه ثالثه ولا درجه ثانيه. لا ده الزمالك هيتخصم منه 3 نقط بتوع ماتش القمه اللي هو انسحب فيهم، واخر السيزون يتخصم له 3 نقط. عارف انت اللي هو انا مش فاهم حاجه يعني، بجد مش فاهم ليه بقى. لان انا يعني دايما بقول يا جماعه سامحوني، انا ما بتفرجش كتير على كوره محليه عندنا في مصر، لان انا متلخبط، مش فاهم مين بيلعب مع مين امتى فين. خصوصا احنا بندردش دلوقتي، انت لسه بتقول لي انت تعرف ان احنا كاس مصر بتاع السيزون ده احنا لسه ما لعبناهوش. انا بقول لك ازاي يا معلم، امال الاهلي كسب ايه يعني؟ مش الاهلي لسه كسبان كاس مصر؟ قلت لي لا ده بتاع السيزون اللي فات. فدي حاجه بقى خرمت لي دماغي، اللي هو ايه ده يعني ايه. فممكن واحده بعد اذنك في ايجاز حتى، عايز بس افهم ايه الحدوته دي، يعني هي دايره على ايه اصلا، وايه بقى توابعها وعواقبها وكل الحاجات اللي. طيب خلينا ندردش كده ايه مع بعض، فكرني برضو لو انا نسيت حاجه. جميل. اول حاجه الزمالك دلوقتي بعد مباراه المصري طلع اشتكى وقال ان هو عنده 4 مطالب معينين، وشايف ان هو عشان يكمل في الدوري ده لازم يتنفذوا. جميل. تم التجاهل. ادي اول نقطه. تم التجاهل. ان هو عايز ده بجدول دوري محدد. على فكره هو بيطلب مطالب اساسيه يعني. ده شيء مصلحه الكل يعني، لو يعني ده مصلحه الكل يعني مطالب اساسيه طبيعي. انت عايز تعرف يا جماعه انا جدول الدوري عامل ازاي، احضر نفسي ازاي، هبتدي امتى واخلص امتى. بالظبط. يعني احنا المفروض ان احنا نخلص شهر 8، احنا النهارده بنخلص 6 وما محدش عارف الدوري يخلص امتى. يمكن واحنا بنتكلم على لجنه الانديه او رابطه الانديه هتطلع الجدول الله اعلم، بس يعني محدش فاهم حاجه. وده الطبيعي في مصر من كتر ما هو بقى الطبيعي تعودنا عليه، بس ده مش صح. فده اول طبيعي دلوقتي، بس هو مش صح اصلا. هو مش صح اصلا، لا مهنيا ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه خالص. فده كان جزء من المطالب الاربعه بتاعتهم. طبعا هم شايفين ان مفيش مساواه تحكيميه وان في اخطاء تحكيميه فجه. دي بانت بقى في ماتش المصري. كوره زيزو دخلت، لا ما دخلتش يا جماعه، مش الكوره كلها دخلت، الله اعلم. انا عن نفسي فعلا ما اعرفش، ممكن يكون وارد تكون الكوره كلها ما دخلتش، لو ان 99% من الناس طبعا الشعب الزملكاوي شايفين ان الكوره عدت باكملها. ممكن في ناس تقول لك لا والله مش الكوره كلها، ده فيها لسه جزء على الخط. فما حدش عارف والله يا زيزو. بس في جميع الحالات ما هو ما حدش طلع وضح يا جماعه اي حاجه، هل الكوره عدت ولا ما عدتش، هل ده صح ولا مش صح. طب يعني
لازم اتحاد الكوره يشرك الناس برضو معاهم في الموضوع شويه بلحد ما. هو ما ينفعش ببيانات احترافيه بس الى حد بصراحه الى حد ما طبيعي يعني. خلي بالك الطبيعي حتى بره ان حكم لما بيتعاقب ما اتحاد الكره الانجليزي مثلا او بريمير ليج رابطه الانديه الانجليزيه ما بتطلعش تعلن يا جماعه احنا بنعاقب الحكم ده. انت بتلاقيه اختفى كده شويه عن الساحه، وبعدها بماتشين ثلاثه تلاقيه رجع مثلا خد ماتش قليل، بعد كده من بعدها هياخد ماتش توب ويرجع تاني واحده واحده. عمره ما هيطلع يقولها لك لا احنا بنعاقب الحكم الفلاني. فبالتالي ما اقدرش اتوقع نفس الحاجه من يعني ما اقدرش اطلب من لجنه الحكام المصريه ان هي تقول تعلن ان هي بتعاقب حكم، بس على الاقل فهم الناس إيه اللي بيحصل. خليك صريح معاك، لان انت عندك مشكله، لان انت عندك مشكله احد قطبي الكوره رافض انه يكمل. ما هي دي مشكله، دي كارثه. هي الكوره معروفه في مصر، حتى الجمله اهلاوي ولا زملكاوي جمله انا ما بحبهاش، لان في انديه تانية احنا مش عايزين نتجاهلها. ولو ان 66% او 67% دلوقتي من الدوري انديه لا جماهيريه، مش عايز اقول شركات لان هم مش كلهم شركات، مظبوط، فهنقول انديه لا جماهيريه. بس في انديه جماهيريه محترمه جدا، الاتحاد السكندري المصري الاسماعيلي. مظلومه الانديه دي دلوقتي طبعا مظلومه طبعا. على صعيد المنافسه، ولا حتى على اي صعيد بالظبط؟ يعني ممكن يبقى على صعيد المنافسه، ممكن يبقى على صعيد مثلا القوى الشرائيه بالنسبه للانديه دي مقارنه بالاهلي والزمالك. بص، ان انت ما ينفعش تحط انديه مضطره ان هي تكسب ماديا. هي حته بقى اي سبورتس ايكونومكس دي حته معلش دراستي شويه، هقلب الشخص الدحاح، هقلب الشخص الدحاح. انا اعشق الحاجات دي. الاقتصاد الرياضي ما ينفعش تحط نادي مجبر انه ماديا ينجح وانه ما يبقاش مديون مع نادي ما عندوش مشكله ان هو يبقى مديون. فانت حاطط نادي على سبيل المثال احد الانديه اللا جماهيريه تمام. ما عندوش مشكله ان هو والله بيجي له رعايه في السنه 15 20 مليون وبيصرف في السنه 90 و80 مليون. هو ما عندوش مشكله في ده، ما عندوش مشكله، هو عارف داخل ويقول لك مصاريف دعايه، شركتي مصاريف دعايه انا حر، وانت فاتح له المجال هو حر. ده بما انها بين قوسين انديه شركات. فهتقول له ايه؟ ما تقدرش تقول له حاجه. تعالى بقى روح للاسماعيلي ولا المصري ولا الاتحاد، عليه ديون وبيحاول يجدولها ومش عارف ايه، ومدخولاته ما بقتش قويه زي الاول، فهينافس ازاي؟ نو واي. هينافس ازاي؟ نو واي. تخيل انت الناس كلها بتقول لك انافس مانشستر سيتي ازاي وهو مخترق 118 ولا 114 قضيه تقريبا اخر حاجه. مانشستر سيتي عليه مش عارف القانون، وفي هاكر هدد ان هو هيسرب البيانات بتاعتهم الماديه. لا موجوده موضوع الهاكر ده، وهو هددهم يعني ان هو هيسرب المعلومات دي وبما يخص الفاينانشال فير بلاي او اللعب المالي النظيف. ومعمول قضيه ده مانشستر سيتي، وده ايه يعني بينافس ليفربول، انديه كبيره برضه، ومانشستر يونايتد وبتاع. فانت يعني اذا كان مانشستر سيتي اللي في انجلترا الناس دي كلها البوكس بتاعتها عامه ودفاترها بقى بابليك ومفتوحه للكل، تمام، لو صرف زياده الناس ايه بقيت المنافسين بيجزوا لان هو مش عارف ينافس. ده داخل واحد بيصرف 300 و400 مليون في الصيف، والتاني بيقول يا رب اصرف اعرف اصرف 50، مع ان كماركتينج وتسويق الفرق مش كبير. يونايتد لحد النهارده بيجيله اكتر من 24 راعي في السنه. ما عشان كده بيصرف مانشستر يونايتد عادي خالص، ما عندوش مشكله اصلا. وهتبص هتلاقي كمان ان هم ماديا في حته مش وحشه. تمام. ارسنال نفس القصه، بس انت عندك بقى سيتي داخل بيصرف ولان كمان البريمير ليج بيحط زي ضوابط ما ينفعش يعدوها من ناحيه الصرف. يعني يقول لك المرتبات والله ما ينفعش تعدي نسبه كذا من مدخولاتك، فانت جيب رعايه اكتر تعرف تصرف زياده، ما جبتش رعايه اكتر ما تصرفش الزياده دي. طب انت هنا معلش علشان برضه انا اكون فاهم الصوره كامله، يعني هنا الزمالك طلب 4 طلبات منهم ان انت عرفني يا معلم راسي من رجلي، انا بس محتاج اعرف انا هبدا امتى وانتهي امتى بالظبط، ما فيهاش اي حاجه خالص، وتطبيق المنافسه الشريفه. جميل تمام. والتحكيم بقى، وداخل على حته التحكيم. طب معلش سؤال، انا عايز اقطعك في النقطه دي، انا اسف، بس انا بسالك لسبب، لان انت على درايه اكتر مني، لان انا شفت الناس بتتكلم بتقول لك اصل لو كان الزمالك اتحسب له كره اللي هي زيزو اعتقد اللي هي عدت الخط او ما عدتش، بيقول لك لو كانت اتحسبت الكره دي ما كانش الزمالك طالب ان هو بكل المطالب دي، وما كانش انسحب من ماتش الاهلي، وما كانش هدد بانسحاب. وارد، الله اعلم. بص وارد يا زيزو، بس كل حاجه يعني كبيره او كل حدث كبير او كل حدث مهم لازم بيحصل من خلال حدث قبليه
هو ايه بيكون ليه تبعيات. بيبقى هو الطلقه بقى اللي فاهم، او ايه القشه اللي بتكسر دار الجمل زي ما بيقول. فهي لازم تحصل حاجه. يعني اصلا الزمالك بيطالب بده من قبل موضوع كره الجول اللي هي بتاعت هو زيزو. هتلاقيه حاسس بكده على طول، حتى لو ما طالبش قبلها هتلاقيه حاسس بكده على طول، او شايف ان هي من الاخر ممكن يكون فرصه خلاص بقى فاض بيه الكيل. يعني لازم دايما هتلاقي حتى انت في حياتك لما مره واحده تتعصب، ما هي نفس الحاجه. طيب تبعيات ده بقى، يعني تبعيات بقى ان الزمالك يقال والله اعلم ان هو لو ما لعبش الماتش اللي جاي كمان هيتم خلاص. بص اللائحه مش محطوطه بابليك، مع ان ده شيء غريب برضو، لان انت هتلاقي المفروض اللائحه الطبيعيه مش معروف ايه هي بنودها. يعني لو انا جيت دلوقتي اخش على النت وطلبت والله يا جماعه انا عايز اعرف ايه اللائحه، يعني دخلت تعمل سيرش على جوجل، لو جيت طلبت لائحه مثلا الدوري الانجليزي او اي دوري في العالم هتلاقيها على ويب سايت اتحاد الكوره او رابطه الانديه بتاعه البلد. هنا في مصر والله ما اعرفش بتتجاب منين، هيدن. اما يعني هم بس القائمين عليها وهم بس اللي عارفينها، بس ده على حد علمي. ممكن لو ده على حد علمي تاني، انا مش بقول ان انا ابو العريف ولا اي حاجه خالص، ده على حد علمي. بس هو مش انا يعني حتى مش مستغرب كلامك لسبب، لان ما شفتش ان حد يعني في المواقف دي بشوف دايما بينزل بوست محطوط فيه اللائحه ويبداوا بقى اللي هو ايه يعلم لك على البنود، يقول لك مثلا والله بناء على البند كذا فده صح، بناء على البند كذا فده غلط. انا ما شفتش ده، فده اصلا ده كلامك ده يؤكد ان فعلا ما فيش. ما انا نفسي اعرف هي فين اللي انا عايز اطلع عليها، عايز اشوف، عايز افهم. لان انت عندك النهارده الزمالك بيقول لك يا جماعه اللائحه اصلا لا تطبق بشفافيه، وان اللائحه غير متوافقه مع مبادئ الفيفا اللي هي بتاعت اللعب النظيف والمنافسه الشريفه ونزاهه اللعبه. بيقول كده بس الزمالك ولا رفع شكوى اوريدي للفيفا؟ والله سامع ان هم هيرفعوا شكوى، الله اعلم، بس يعني طب لو رفع شكوى هل الفيفا هيستجيب؟ يعني ما هو كل دي عارف تساؤلات، ما هو مش هقول تساؤلات جمهور الزمالك بس. يعني انا واحد من الناس والله العظيم لا انتمي لاي طرف من الاثنين، وكان كنت اتشرف ان انا انتمي لواحد من الاثنين، بس مش فاهم حاجه. عارف انت ان هو يعني هل الفيفا هيستجيب؟ طب والفيفا لو استجاب بص ايه اللي بيحصل؟ ما تحسش ان انت ايه مش فاهم حاجه، لان انت دايما مثلا انت راجل معروف عنك بتشجع نادي برشلونه، وهو نادي برشلونه بتصحى الصبح بتفطر برشلونه، بتتغدى برشلونه، بتتعشى برشلونه. فانت عندك حد دايما ملم بترجع له، مراجع بترجع لها، عارف لوائح الدوري الاسباني وعارف القوانين والامور ماشيه منطقيه. تبقى مثلا اقوى مشاكلهم في الدوري الاسباني اشمعنى برشلونه وريال مدريد بيلعبوا بالليل بس عمرنا ما شفناهم بيلعبوا الصبح، ففالنسيا واشبيليا وكده بيبتدوا ايه يجزوا او يتضايقوا. لكن هنا في مصر انت مش عارف هو اصلا بتلعب امتى، ولا مين بيلعب مين، جدول الدوري محدش عارفه هو عامل ازاي. يعني حتى كوكالة لعيبه انت بتتكلم النهارده محدش عارف، تتكلم الانديه مثلا كشركه تسويق رياضي بتعرض على الانديه معسكرات بري سيزون خارجيه، انت مش عارف هتبتدي امتى، هتحجز لامتى، انت محدش عارف الدوري يخلص امتى ولا الدوري الجاي هيبدا امتى. انا معيش جدول. ليه معكش جدول؟ ليه؟ ان مفيش جدول. عشان الجدول معلش انا يعني لو هيخوني التعبير فيها متفصل، يعني اللي هو الله اعلم اذا كان متفصل، بس هو مش موجود. يعني حتى هو مش موجود، هو مش موجود. طب بيتحط ازاي لما هو مش موجود؟ بيوم بيومه يعني، او كل فتره كده، كل 5-6 اسابيع نكرهم، بعد كده يخلصوا نحط 7-8 اسابيع يعلنوا عنهم، بعد كده 7-8 اسابيع يعلنوا عنهم، بعد كده تاجيلات بقى طبعا في النص مع تقدم الاهلي والزمالك وبيراميدز بقى في البطولات الافريقيه، او المصري مثلا لو كان بيشارك معاهم، او ايا كان مين، او فيوتشر مثلا لو كان النادي الرابع. طب ما برضه مروان، ما حتى لو يعني الاهلي الزمالك فيوتشر الاسماعيلي اي نادي كان بيشارك في بطولات افريقيه، انا عايز بس اخد الموضوع عارف انت ايه، اخد له ريفرنس من بره. يعني مثلا ما برشلونه بيتاجل له، مدريد بيتاجل له، اي نادي في اي مكان، الترجي على فكره بيتاجل له، والوداد بيتاجل له. بس اقصى حاجه انا فاكرها مثلا لبرشلونه اتاجل لها مثلا في السيزون لو انا فاكر صح اقصى حاجه ماتشين، ده لو انا فاكر صح يعني، ده لو مش ماتش. بص بيرجعوا دايما للنقطه دي، مثلا في افريقيا انت عندك مثلا الترجي كان بيعاني من النقطه دي، بس في الاخر برضو بيتاجلوا ماتشين 3 بحد اقصى. ولو ان النظام الدوري عندهم مختلف شويه، عاملينه هو نظام المجموعتين، وبيتقابلوا بطل المجموعه الاولى بطل المجموعه الثانيه وبيلعبوا مع بعض. هنا التاجيلات ملهاش حدود. هنا التاجيلات بقى مش مفهومه، يعني هي ممكن بقول لك كده، فاكر في مره يعني نادي تاجل له مباراه انت في الدوري، انت خضتني مثلا بالحوار ده، ولعب ماتش ودي بداله. قلت لي انت اتاجل له ماتش في الدوري علشان هيلعب ماتش في الصعيد الافريقي. ايوه، ولعب ماتش في الفتره دي اللي هي الفتره اللي هو المفروض بيريح نفسه فيها، بيريح لماتش افريقيا، قام لعب فيها ماتش ودي. ده حصل. ده حصل. طب ده ماتش ودي على خفيف يعني، مش
ما حتى لو ماتش يعني لو ماتش عندنا بتكلم اللي هو ماتش اللي هو يا دوب يعني الفرقه جت، يعني مش ماتش مذاع يعني لو ما ماتش كانش في ملعب خماسي اه لو ماتش في ملعب، طب ده عادي يعني، قوبل بشكل عادي، حتى مش هقول لك لان احنا اتعودنا عليه. ما هي دي الفكره. الزمالك لو يعني يمكن استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي طلع قال يا جماعه المشكله احنا مش في اشخاص، لان كان طلع اشاعات مش اكتر، مجرد اشاعات او اجتهادات من بعض الصحفيين، قال لك ان هو تم عرض اقاله بعض الشاغلين المناصب المهمه في في الرابطه. سامعني، لو انت مش عايز تقول دي انا بقولها، لان دي انا سمعتها، انا فاكرها بالحرف. يا امبارح يا اول امبارح، قبل ما الزمالك يعلن ان خلاص بشكل رسمي ان هو مش هيلعب الماتش، كان طلع كابتن شوبير، لا كابتن مدحت طلع فقال ان هو بيقول الكلام ده بشكل حصري، لان انا شفت الفيديو. قال ان هو بيقول بشكل حصري انه الاستاذ احمد دياب، حتى الاول قال الاستاذ احمد دياب، بصوا انا فاكر تفاصيل الفيديو، بعد كده امسك قال لك اوكي احمد بيه دياب عرض على الاستاذ حسين لبيب انه يقيل الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، والناحيه الثانيه القرار الثاني اللي هو ياخده في سبيل ان الزمالك يلعب ماتش القمه، انه يطير الخبير الاجنبي اللي هو خبير التحكيم فيتور بيريرا، ما اعرفش اسمه والله العظيم، اسمه فيتور بيريرا. تمام. قال ان هو ويدفع له الشرط كمان الجزائي من جيبه وفي سبيل ان نادي الزمالك يلعب الماتش، وبعد الماتش يتحط بقى جدول في انه يتعرف بقى خلاص النظام بقى الجدول هيكون عام، بس الزمالك يلعب الماتش. وكابتن مدحت قال الكلام ده على مسؤوليته، وكابتن مدحت قال الكلام ده بشكل حصري، وبعد كده فعلا تم تناوله في اكتر من مكان زي ما هو قال الكلام ده هيتاخد دلوقتي وهيتناول في اكتر من قناه، وفعلا قد كان. وانا مصدق الكلام ده على فكره، مش شايف ان هو يبقى غريب في وسط المنظومه اللي احنا اوريدي اصلا لحد النهارده مش عارفين هي بتدور بشكل عامل ازاي، لان ما حدش عارف هي بتدور بشكل عامل ازاي يا زيزو. يعني لو الكلام ده فعلا صح وده طبيعي، ده جزء ايه من المساومات، يعني هو طب ما تلعب وهعمل كذا. فهو الزمالك طلع يا جماعه انا مشكلتي مش في اشخاص بعينهم، مشكلتي في المنظومه كلها، الموضوع كله من الالف للياء غلط. انت بتبتدي الدوري بجدول معين، بتخلص الدوري ما يعني يمكن 30-40% من شكل الجدول متغير. انت كنت في فتره كنت موجود فيها في الاتحاد، مظبوط 2016. هسألك سؤال جارح شويه، عايز تجاوب مش عايز تجاوب براحتك، ماشي يعني لك كامل الحريه ربنا يستر. لا والله العظيم سؤال بسيط، خايف منك ومن اسئلتك لا، الثعبانيه. الثعبانيه حبيبي. الاتحاد، هل جوه الاتحاد، والسؤال ده بالنسبه لي بصراحه هتبسط قوي لو جاوبتني يعني، هل جوه الاتحاد في نوع من انواع، مش عايز اقول حب وكره، ومش عايز اقول تمييز، ومش عايز اقول كل المصطلحات دي، عايز اقول تغاضي، تسهيلات، يعني عايز احسنها بالبلدي لاي طرف بعينه من اطراف الانديه، يعني في حب او كره لطرف منهم شويه عن التاني. انا عن نفسي ما شفتش حاجه بعيني، بس القرارات بتبان، بس انا عن نفسي ما شفتش حاجه بعيني. حلو قوي، انا بدات تجاوبني اهو، ايوه كده فك كده، ايوه بدات تجاوبني اهو، ايوه ما واحده انا مش انا راجل، عشان ما تفهمنيش غلط، انا مش بحاول والله العظيم اعرف دواخل جوه، بس بحاول اعرف من وجهه نظرك. هقول لك الاتحاد الكوره بيعمل ازاي، عشان الناس فاكره اتحاد الكوره دول كلهم مع بعض. اتحاد الكوره زي ما نقول ايه، ممكن يكون متقسم. انت عندك مثلا شباب تنفيذيين اللي هم من سن 25 ل 35 سنه، اللي اتشرف بمعرفتهم واعتبرهم اخوات ليا، ناس فعلا بتاعت شغل وعايزه تطلع مصر بشكل ومستوى جيد، دول اللي انا اعرفهم، واكاديميين وبيحاولوا بشكل اكتر شكل وتقدر تعتمد عليهم، بيحاولوا يطلعوا باكتر شكل هم يقدروا عليه بضمن الامكانيات المسموحه معاهم. تمام. فدي مجموعه، هو ما يعرفش لجنه المسابقات بتعمل ايه، ولا لجنه الانضباط بتعمل ايه، ولا لجنه التسويق بتعمل ايه. هتلاقي بتاع التسويق ما يعرفش بتاع البي ار بيعمل ايه الا في الحته بتاعته، يعني هيعرف بتاعت العلاقات العامه لما العلاقات العامه والتسويق يكونوا بيتداخلوا مع بعض بشكل ما. تمام. يعني هتلاقي بقى مثلا الناس الكبار بقى اللي بياخدوا القرار، معلش بتاع التسويق مش هيعرف مين هيتعين مدير فني مثلا المنتخب الاول، ما هيعرف منين؟ بيبقى زيه على فكره بيعرف اخبار من على الانترنت زيه زينا. فمش كل حاجه نفس بس الوجه متخذي قرار وهم مجموعه معينه. دي برضو اجابه ثعبانيه، انا لا يمكن
جاوبني. لا يمكن والله. قول لي مش عايز اجاوب. لا انا ليه؟ بقول انا بقول في نوع من انواع من المحاباه قصدك يعني، من الاخر. المحاباه محاباه. لاي طرف بشكل ما، حتى لو مش بشكل معلن، لو مش بشكل ظاهر، لو مش ما هو بشكل ما واضح قوي. اديني مثال مثلا واقول لك ده ممكن يبقى فيه محاباه ولا لا. انت حكم عقلك. يقال اصل سمعت. حكم عقلك في حاجات والله لازم هتحكم عقلك فيها. اصل يعني هقول لك، انا الحمد لله انا يعني مش محسوب على طرف من الاثنين الحمد لله، فانا هتكلم بقى من وجهة نظري. اتكلم من وجهة نظرك. في فتره، عارف انت اللي هو ايه، يقول لك القيد بيفتح مش عارف الفجر، علشان مثلا ايه نأيد لعيب من الاهلي او لعيب من الزمالك. وعلى فكرة أندية بره الأهلي والزمالك بيأيدوا عادي. في الفجر برضو. في الفجر برضو عادي. وبيتفتح لهم هو سيستم المفروض ان هو شغال. ما هو اونلاين في حاجه اسمها TMS ترانسفير مم. ماتشنج سيستم. هو سيستم اونلاين يعني بيتعمل من على الموبايل من على الانترنت. انت ماشي. لو علاقتك يعني النادي هو من الاخر بعلاقاته بيخليه يسجله مع قبل ما الديدلاين ما يقفل، لان هو سيستم اونلاين. طب ده شامل حتى الاطراف التانية غير الاهلي والزمالك. اي نادي. طيب في وسط كل ده، من منظورك انت او من وجهة نظرك انت، في النهاية اللي هينتصر مين؟ النادي كنادي الزمالك ومجلس ادارته، ولا الناحية التانية الرابطة؟ بص انا بالنسبه لي انا بطلت اتفرج على التلفزيون يا زيزو. اللي بالنسبه لي الاحداث اللي بتحصل دي مسليه اكتر بكتير من اي مسلسل شفته. يعني كانترتينمنت وترفيه، والله العظيم بكلمك جد. يعني انا كواحد شغال في المجال بقالي اكتر من 8 سنين دلوقتي اهو. واللي بيحصل هو كل سنه احنا بنعلي على نفسنا في مصر، وحاجات اغرب عماله بتحصل. يعني خلي بالك نادي الزمالك او النادي الوحيد اللي انا فاكره اللي بيهدد بانسحابه فعلا بينسحب، سواء مع المجلس السابق او المجلس الحالي. حلو قوي كلمة المجلس السابق والمجلس الحالي دي، عشان هجيلك فيها في النقطة اللي بعد دي، بس كمل. يعني فمين هينتصر على مين؟ الله اعلم. الله اعلم. بس المجلس الحالي لنادي الزمالك مش عشوائي، قراراته مش وليدة اللحظة. هو مخططين 4-5 خطوات لقدام. ده بجد؟ ده من معرفتي بيهم. يعني ناس كتير جدا منهم ناس محترمة فاهمة هي بتعمل ايه. قلبها على النادي بجد، وفائها للنادي بجد. وهم يعني مش هيتفاجئ لما رابطة الأندية ما توفيش بطلباتهم. مش هيتفاجئ، مش هيتخض، حسابه على الخطوة دي. مش هيتخض. هو عامل حسابه وعارف ان قراره بعدها ايه. قراره بقى اللي بعدها ايه الله اعلم، وغالبا هيكمل لحد ما يتوافق على طلباته، اعتقد كده. غالبا يعني هيكمل كانسحاب من المباريات، اعتذار من المباريات لحين بقى موافاة طلباته. طب وايه اللي ممكن يحصل لو فضل ان الزمالك يعتذر، والناحيه الثانيه من الرابطه مش هتسيبه، هتهدده؟ ما الرابطه مش هتسيبه، الرعاة مش هيسيبوا الرابطه، والموضوع بقى هيفضل يتفاقم. الرعاة يقول لك طب انا بدفع رعايه على ايه؟ هتطلع قنوات تقول لك طب انا بدفع حقوق بث على ايه؟ والموضوع بقى هي يعني انت هتلاقي كل قوه بقى، كل الستيك هولدرز كل قوه ومساهمه في صناعه الكوره المفروض يعني. هتبتدي كل واحد بقى خايف على فلوسه، في مئات الملايين بتدفع. فكل واحد خايف على فلوسه، وهي كلها بقى سبل ضغط وكروت ضغط. ونشوف بقى مين ممكن الزمالك خلي بالك ممكن يعرف يستخدم بقى بعض الانديه التانية معاه تشتكي في ان هم يرفعوا الموضوع للفيفا، في انه الفيفا هو اللي اتدخل بشكل بقى رسمي. وارد. طب او يشوف او ينظر بقى في اللي بيحصل. يا جماعه هل في تلاعب؟ هل في تمييز؟ هل في اي شكل من الاشكال؟ هل المبادئ الفيفا بتطبق ولا ما بتطبقش؟ الله اعلم الموضوع هيروح لحد فين. ويجي الفيفا هنا وهو بيوقف لك فانا انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي جايب الفشار وبتفرج. انت بالنسبه لك ده انت دلوقتي انا لو مكانك انت المفروض تخاف على شغلك ده من وجهه نظري. قالها والله العظيم زمان. قالها؟ فكرتني. قال لك سيبوني يا جماعه اشرب كوبايه شاي واروح اسكندريه وانظم لكم الجدول. لا والله اتقالت فعلا. والله انا دي شفتها. بتتكلم عن ايه اكيد الناس فاهمه طبعا، بس انا كلمتك دي فكرتني بمره كنت قاعد مع كابتن رضا عبد العال، الله يمسيه بالخير يعني. وجت سيره رئيس الاتحاد المصري وقتها. هو كان رئيس سابق يعني، هو مش هو الموجود دلوقتي. الكلام ده من 4 أو 5 6 سنين كمان.
وقاعدين فبنقول هو كان عنده يعني نوع من انواع عارف انت اللي هو الرفض التام للاتحاد وادارته، وكل ده بيتمثل وقتها الكابتن رضا، انا فاكر في القعده، في رئيس الاتحاد. هو رئيس الاتحاد بالنسبه له ده كان لازم يمشي دلوقتي، لازم يمشي دلوقتي. قال ده فلان ده وكذا لازم يمشي. طب نقول له يا كابتن طيب لما هو يمشي، بص بقى احنا كلامنا بقى كمصريين مين يعني اللي هيجي مكان والله انا عامل بقى تعبيراته بقى اللي هي بقى العصبيه. اي حد يا عم يعرف ربنا ويفهم شغله يجي ان هو يدور المنظومه دي، ده هيدور ده وده هيدور ده وده هيدور ده من دي. هل اتحاد الكوره من وجهه نظرك انت كل من يعمل فيه في الوقت الحالي او كل اصحاب القرار، لو جينا بقى حددنا الدقه، الكل مؤهل لمراكز الكل؟ لا. البعض لا. البعض منهم اكيد لا. البعض ده اكيد لا. بناء على ايه؟ يعني بناء على ان هو اصلا مش مؤهل. هو مش مؤهل ولا على درايه ممكن يكون على درايه باللوائح، بس هو مش على درايه بمبادئ الاداره اصلا من بابها. كان بان يعني انت مفيش ملف اتحاد الكوره داخله ونجح فيه تقريبا ولا ملف. يعني قول لي اي ملف منهم. كملفات اللعيبه يعني كاتحاد كوره يعني. هنتكلم اداره المنتخب الاول. لا اداره المنتخب الاول، اداره المنتخبات الفئات العمريه. ده اداره المنتخب الاول دي، ده احنا لو اتكلمنا فيها انا عارف انت هتسمعني فيها زبد. خصوصا ده من اول كوبر، انا عارف ان انت ممكن تسمع لي حوارات من اول كوبر لحد النهارده. على فكره ايام كوبر كان احب يعني اشيد بيه طبعا باشمهندس ايهاب لهيطه. يمكن هو راجل مش ولا هو لاعب ولا كان كابتن فريق معين ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس راجل عنده مبادئ الاداره. هيدير شركه سياحه، هيدير اتحاد كوره، هيدير منتخب، هيدير شركه هندسه، ايا كانت هيخش هيديرها صح، لان المبادئ اصلا نفسها عنده. وانا انا عن نفسي يمكن لفتره وجيزه يمكن اشتغلت معاه، بس اتعلمت منه كتير يعني، اتعلمت منه كتير، وراجل يستحق اكتر من كده. وفتره كوبر دي انت هو كان مدير المنتخب وهو دارها باكتر شكل اللي انا شفته كل يوم، وهو بيحارب عشان يجيب طياره خاصه، وازاي بيحارب ضد الضغوط والكروت، ويحاول يستخدم شويه الرعاه ومش عارف يستخدم ايه، كل الكروت اللي عنده مثلا عشان يوفر طياره خاصه عشان اللعيبه بدل ما تركب طياره عاديه وتقعد ترانزيت 12 ساعه، تكون وصلنا نيجيريا تكون اللعيبه الحمد لله مخلصه وفاتها نص المعسكر، فيجيب لك طياره خاصه هتخطفها على طول وان شوت. فاهم يعني التفاصيل الصغيره دي كان بيشتغل عليها. ممكن التفاصيل الصغيره ان انت مثلا مسافر بالاكل كله معاك لان انت مش عارف ايه موقف الاكل في البلد اللي انت رايحها. ادق التفاصيل هو شغال عليها، وهو مسيستم الورق، والناس معاه كان معاه تيم انا بتشرف ان هم اصدقائي. كانوا هو كلهم ماشيين على سيستم واحد، وكلهم من خلفيات مختلفه. كلهم كانوا من خلفيات مختلفه، وكلهم في نفس الوقت متفقين على قرار واحد، على قرار واحد، اسلوب اداره معين واسلوب تنفيذ معين، وكلهم كانوا شغالين. ما دي المهنيه اللي انا الواحد بيطالب فيها. فهتيجي تكلمني النهارده جميع مثلا القائمين ومتخذي القرار في اتحاد الكوره هل هم مؤهلين؟ من وجهه نظري متواضعه جدا مش كلهم مؤهلين، لان في ملفات مثلا دوليه وبعضهم ما يقدرش يتعامل، بتشوفهم مع الاجانب مش عارفين يتعاملوا. ولو قلت لك طبعا الاتحاد قررتها هتقول لي ما ده هو ده وده داخل ما في ده يعني ما داخل في ده ما طبعا باشكال مختلفه يعني، بس هم في الاخر المفروض خلي بالك ان الرابطه والاتحاد المفروض ان هم بيتعاونوا مع بعض عشان يطلعوا الدوري بشكل جميل، لان في الاول في الاخر المنتج الاهلي لوحده او الزمالك لوحده او الاتحاد لوحده او الاسماعيلي لوحده مش ده المنتج بتاعنا هو الدوري. اي دوري في العالم يعني الفرق في البريمير ليج يقول لك البرودكت بتاعنا المنتج بتاعنا هو الدوري كله 380 ماتش لوكشه واحده، ده المنتج بتاعنا. وكان جمله كان مدير تسويق البريمير ليج كان بيقولها لنا لما كنت في لندن، يقول لك البريمير ليج دوري دولي. جت الصدفه بس ان هو في انجلترا، ده غرضهم ان هو عايز يدخل لعيبه كتير من جنسيات مختلفه، وانه دايما يستقطب لعيبه من اكتر حتت غريبه في العالم زي سون مثلا وصلاح. هو بيحب جدا اللعيبه دي لانه بيجيب له بقى مجانين مصر. بديهي جدا صح. اقول لك مثلا مصر تاني او تالت اكتر بلد في العالم بتلعب الفانتسي، بريمير ليج فانتسي. احنا هنا والله العظيم كعدد مشتركين ملايين بتلعب. ده انا بقالي بعد انجلترا
اخدت الجاكيت حتى. ما هو مصر الجاكيت اسبوع، عارف انت اللي هو طبعا يا جماعه. مصر تاني اكتر بلد او تالت اكتر بلد فيها مشتركين في البريمير ليج، فهو المنتج هو الدوري كله، فالمفروض الرابطه والاتحاد بيشتغلوا ان هم يطلعوا منتج كامل. طبعا احنا طالع عندنا هنا منتج يا بعافيه شويه، منتج مصري محلي الصنع تمام التمام بمواعيده حذافيره. يعني احنا النهارده احنا مش عارفين الدوري هيخلص امتى، وفي كلام على ان هو يخلص نص 8 18 8 او اخر 8. فمثلا كشركه تسويق كلم نادي عايز اعرض عليه معسكر، يقول لك طب انا مش عارف اعسكر امتى، هيعسكر امتى؟ الراجل مش عارف هيخلص الدوري امتى، والدوري اللي جاي بادئ امتى، هو خايف يحجز اسبوع بدري او اسبوع متاخر الدنيا تبوظ ما منه، يلحقش، او في نفس الوقت يجي متاخر، او ما يلحقش يجيب اللعيبه الجديده فيروح باللعيبه القديمه معسكر، ما استفادش حاجه. ما اللعيبه دي مطحونه مع بعض بقى لها سنتين اهي، تلاحم مباريات وتلاحم مواسم، طلعهم معسكر بره ليه؟ ما هي نفس اللعيبه، مش محتاج حاجه جديده. طب والدوري بتاعنا ده ما يطلع يعني ما يطلعش منه ماتيريال، يعني بالبلدي بقى يعني ما بتتكلم يجيش منه كمان فلوس بالبلدي بقى، يعني ما يجيبش فلوس للانديه حتى، يطلع منه فلوس، بس بقى هل هم مستعدين ياخدوا الخطوات اللازمه ولا لا؟ هو عامل زي ايه، اكن في مرض، لو بتتكلم من ناحيه اقتصاديه وعامل زي اللي فيه مرض كده، ولازم هتعمل عمليه جراحيه مؤلمه، الا وهي يعني مثال بقى اللي هي تعملها هنا في الكوره ازاي. المثال ما ينفعش يكون 67% من الماتشات من غير جماهير، ده بند رقم 1 بسم الله. هتتفرج النهارده ليه يعني؟ يمكن لعيبه انا بحبه لما بيتكلم، لعب في المصري ولعب في البنك الاهلي وبتاع، وعلى فكره انا بقابلهم لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري يقول لك لا انا مش عايز نادي جماهيري، مفيش فلوس وضغط وبتاع، ما ضغط جماهيري مش عايز، انا عايز العب في نادي شركه، كسبنا خسرنا الدنيا ماشيه. ده بجد والله كده هو عايز كده، قال لك مفيش حد بيتفرج عليا، مفيش ضغط جماهيري، بيجيبوا جون هو واصحابه بيفرحوا جابوا جون وخلاص، وزمايله في الفريق وخلاص بيروحوا البيت وبيعيشوا عادي. دي مصيبه اللي هو كده، عارف يعني، معلش انا اسف، ده هو كده بيقول على نفسه ان هو مش لعيب كوره. مش فكره هو مش لعيب كوره، هو بالنسبه له الموضوع اسهل، هياخد 3 جنيه هنا، هياخد 5 جنيه في 3 جنيه في النادي الجماهيري وهيتاخروا عليه، النادي مر بازمه ماليه، طب الجماهير ضغط علينا، هينزل لعب ماتش وحش بقى، الناس في البلد خلي بالك برضو، انت لو بتلعب في مصر قاعد في بورسعيد انت برضو الناس مش هتسيبك في حالك، انت لو عملت ترقيصه وحشه مثلا وغلطت وجا منها جون الجماهير مش هتسيبك، لو انت بتشتري طلبات البيت مش هيسيبوك، وانت بتحط بنزين في عربيتك مش هيسيبوك بتطلب اكل مش هيسيبوك في حالك، واسمك حتى ما بتلعبش الاهلي وزمالك. لكن هو بالنسبه له في انديه الشركه في بعض اللعيبه، مش بقول كده في لعيبه طبعا، بس بكلمك في نوعيه صغيره من اللعيبه عايزه كده، بالنسبه لها هيشتري دماغه، يا عم هم السنتين بتوعي قبل ما اعتزل وخلاص. طب من الشق بتاع اللعيبه، فلازم الدوري كله عزيزه يبقى هو كله جماهيري عشان الناس تتفرج. النهارده يعني المحله بتلعب، جماهير المحله قاعده مستنيه الماتش بفارغ الصبر، وشايفهم في الاستاد بيشجعوا بعلو صوتهم. يمكن انا اعرفه كان نيكوديموس بابا فاسيليو المدرب القبرصي، كان مدرب غزل المحله ولعب معاهم كوره حلوه. المنظر في الاستاد وجماهير غزل المحله عماله بتغني له يا بابا يا بابا، فاهم؟ وهو كان مبسوط لدرجه ان هو احيانا لما كان هو بيقبض واللعيبه ما تقبضش كان بيطلع من فلوسه الشخصيه يحاول، يعني ده على كلام ناس انا سمعته، الله اعلم اذا كان حقيقي ولا لا، بس بيحاول على الاقل مع الاداره يا جماعه قبضوا طيب اللعيبه شويه عشان يعرفوا يلعبوا ويدوا كوره اكتر. فهي الجماهير في الاخر هي ترمومتر الكوره، هي الكوره اتعملت للجماهير، في رعاه عشان في جماهير، في حقوق بس وتلفزيون عشان في جماهير، ما طب الرعاه هم دول بيدفعوا للنادي والنادي بيدفع للعيبه، ففي الاخر كل حاجه جايه عشان في جماهير. علي جماهيريه النادي، يعلي جماهيريه الدوري، اسف مفيش جماهير اذا مفيش اي حاجه من دي خالص طبعا اطلاقا، طبعا يبقى كله هيشتغل بخساره. وانت بتتكلم دلوقتي والله العظيم اول ما قلت مثلا غزل المحله انا فكرت ثانيه واحده، هو انا لو وصلت مثلا اشتري تيشرت غزل المحله مثلا اشتريه منين؟ والله ما اعرف. انت متخيل انا ده بقى اللي انا متوقعت اصلا انت تقوله لي، احتجت مثلا اجيب تيشرت المصري هجيبه من الاتحاد، تسال بقى حد بقى في المدن دي بقى من المحليات بقى ايه يدلك كل السايكل دي عشان مثلا اجيب تيشرت الفريده اللي هو فريق اول بيلعب في الدوري الممتاز بتاع البلد اللي انا منها، فبالتالي كل اللفه دي انا ما اعرفش والله منين. طب لا ما هو ده انا بقول لك احنا بنتكلم، انا بستنتج انه ده بقى فعلا معناه ان الصناعه دي في مصر
مش واخده حقها. طبعا مش واخده حقها زيزو. يعني انت حتى في الميرشندايزنج، ان انت تعمل الميرشندايز او المنتجات الخاصه مثلا بالنادي بتاعك، ما هي غير محميه. انت اي حد دلوقتي بينزل يضرب، والنادي برضو بشكل سلبي كده او بشكل غير ايجابي ما بيتعبش على حقه، لان هو ما قدمش بديل. يعني انت النهارده مثلا هتشتري مج النادي الفلاني، تمام، المصري يعني نادي مصري يعني، تمام. المج بتاعه، المج ده مش من الاوفيشال ستور ولا الستور الرسمي، ده واحد عامله ده واحد عامله يا عم باعه لك على النت. طب ما ده حق النادي، طب ما ده لوجو دي النادي. رايتس. اه المفروض ده يكون نازل تحت براند معين هو اللي بس بيعمل ده لكن النادي اصلا نفسه ما قدمش بديل. مهم. هو النادي ما عملش المج بتاعه، فساب الفرصه لواحد يضربه، فساب المشجع بقى مضطر يشتري المضروب. فبالتالي البروفيت بتاع التجاره دي اللي هي بالظبط. المجال ككل بقى بيروح في حته ثانيه خالص اصلا. بالظبط. يا نهار ابيض. احنا عايشين في دوري انا مش بس فاهم إيه خلي بالك الدوري كل دي ده. فرعيات، لان انت برضو الاساسات كلها غلط. يعني الاساسات كلها غلط يا زيزو. مش كده والله العظيم، كلمه الاساسات كلها غلط دي دايما بقولها في كل حاجه، في حاجات معينه يعني مش عايز لا, أقول لا كل في حاجات معينه. بص انا شايف كبوتنشل الدوري المصري فيه كتير. لان مش صدفه ان انت عندك كل سنه لعيب ولا اتنين بيطلعوا بيروحوا انديه بره مصر بمبالغ مش قليله. مش صدفه. يمكن محتاجين نتطور مثلا في حته تطوير الناشئين او تطوير المستويات او ايا كان، بس مش صدفه. لا الدوري فيه بوتنشال. مش صدفه ان انت كل سنه بيطلب ان ماتش الديربي بتاعك يتلعب بره مصر والاستاد يبقى متقفل. مش بذمتك بتتبسط طيب لما بتلاقيهم في نادي في استاد بره مصر وتشوف الاستاد متقفل وشكله نظيف تنظيم كويس وشكلنا حلو. من الحاجات الصغيره مثلا بتفرق من العين. في فرق ما بين استاد كوره واستاد اولمبي او استاد رياضي. هتاخد بالك هنا في مصر وبره تلاقي الاستاد الكوره ما حاولوهوش تراك، الجماهير على الملعب. صح مظبوط. هنا في مصر ما عندكش ولا استاد جماهير على الملعب. على فكره الجزائر بقت كده خلاص، بقت الاستادات بتاعتها فوتبول ستاديوم، بقى هو استاد كوره. اللي بيكون فيه التراك ده بيكون اولمبي. فانت هتلاقي الجزائر خلاص عملت النهج ده، خلاص بقت الانديه الكبيره بتاعتها بتلعب على عندهم كام نادي بيلعبوا على استادات كوره منه للملعب على طول، منه الملعب اللي هي شكلها حلو على التلفزيون، الجمهور باين في كل لقطه بالرياكشنز بتاعته ما هي دي ما هي بفرحته بزعله. بالظبط لان هي دي الكوره، هي دي الكوره. طب انت ما بيقابلكش اي مشاكل فيما يخص تعاقدات اللعيبه اللي هي يعني زي ما بنقول تبعيات بقى للي بيحصل ده في مساله بقى التعاقدات؟ بص طبعا انت النهارده بتتكلم الدوري هيخلص الله اعلم امتى، فلنفترض النص التاني من 8. ماشي. فلنفترض اضعف الايمان يعني نص التاني من 8 ده لو لحقوا ايه يلعبوا ال10 ماتشات، يلا هوب كل 3 ايام ماتش واطحن الفرق وتلاحم ماتشات واصابات وضغط وكل الكلام ده. هتقول لي بره بيلعبوا مثلا ماتش كل 3 ايام، اقول لك بيلعب اسبوع مثلا، ماتش كل 3 ايام والاسبوع اللي بعده بيبقى ايه اسبوع في فرق 6 ايام او 5 ايام راحه. فلكن هو هنا هو ياخدهم 10 اسابيع ورا بعض ماتش كل 3 ايام عشان ننجز بقى حالنا. النهارده مثلا اغلب بره الفرق التوب، اغلب الفرق بتشتري لعيبه فري. فاللي بيشتري لعيبه فري او بيتعاقد مع لعيبه فري بدون نادي عقدها خلصان. العقد الطبيعي عقد اللاعب بينتهي يوم 30/6 بديل. على نص 27/7 هو بيكون حدد وجهته التانية. خلص اصلا خلص حدد حدد خلاص حدد وجهته التانية وهيقبض كام وهيشتغل فين ده اللي هو خلص 30/6 نص 7. ما عشان يبتدي بري سيزن، ما هو يا دوب هيبتدي بري سيزن بقى معاهم اخر 7 تمام، عشان الدوري بتاعهم يبدا 1/9 اللي هو الطبيعي. انا بكلمك ده الطبيعي، فاهم؟ فانت بتتكلم في اللعيبه مثلا في مصر اللي بيقبض $100,000 للاجانب، يعني من $100,000 ل $300,000 $400,000. فهو خلاص هو هيقول لك طيب انا استنى مثلا ال300 في مصر، ولا اخد ال250 في المغرب، ولا اخد 200 في تونس مثلا، يعني بدي امثله. لا خليني عصفور في اليد، انا هقعد استنى. افرض مثلا استنيتهم ورجعوا في كلامهم، فانت بتيجي على النص التاني من 8 اللي اتبقى لك اللعيب اللي معرفش يروح نادي عدل، فده بالطبيعي مستواه هيكون اقل شويه، فيجي لك انت، فيجي لي بقى. وتعرف تحسبها منين؟ نادي تعاقد مع 4 أجانب،
الاربعه على الدكه، يبقى تعاقدت مع 4 اجانب غلط. متعاقد مع 4 اجانب، قعدت الاربعه استفدت بيهم ايه؟ يا نهار ازرق، تعاقدت معاهم ليش؟ طب شفتوهم طيب قبل ما تتعاقد معاهم؟ دي مصيبه. ما طبعا مصيبه. اللي انت بتقوله ده مصيبه. انا بضحك ما والله، طبعا عارف انت لو بص فاكر على السفر. الدوري، انا مش هحدد انديه، بس بص على الدوري، بص على الماتشات اللي بتلعب، في لعيبه اجانب مميزين طبعا، وفي لعيبه اجانب بتسال نفسك جه ليه؟ يعني انت تعاقدوا معاه ليه؟ شافوا فيه ايه؟ يقول لك اصل المدرب الاولاني هو اللي تعاقد معاه. طب ما انت جبت المدرب الاولاني، ما انت قعدته 5 اسابيع. طب قعدته ليه من الاول؟ هل انت دارس انت المدرب الاولاني ده جايبه ليه ولا؟ دي قاعده زي كده احنا هنمشي خلصت. الاولاني وهنجيب هنمشيه، اللعيب عامل لي التاني. مشاكل، عامل لي مشاكل. فهو ما يعني هي حته التعاقدات في اللعيبه يعني خلطبيطه هي. خلطبيطه طبعا. استكمالا فاجئني باسئلتك يا والله زيزو. العظيم حاسك عايز تقول لي، بقول لك انا جاي لك من اكتوبر، انا جاي لك من سفر، جاي لك من سفر والله العظيم يا جماعه، ومعذبني ومقعدني في درجات حراره عاليه جدا. انا مقدر ان انت ما بتظهرش اعلاميا، والله العظيم دي انا مقدر ان انت اول مره. لا انا مرتاح هنا، انا عايز ابقى اطلع معاك كل فتره. اتمنى عايز اطلع معاك كده كل فتره. انا اتمنى، انا اقول لك يعني لان الناس محتاجه تعرف يعني، من غير ما اخبط في حد، بس الناس محتاجه تعرف ايه اللي بيحصل. اتمنى ان انت تساعدني في ده، لان انت اهل لده يعني، والله العظيم عشان انت صاحبي. بس انت يعني انت مش ممكن ما تكونش عارف ان انا قلت هنا في اول حلقه، قلت اي حد هيجي يقعد على الكنبه دي لازم يكون هو مؤهل اصلا ان هو يقول كلام الناس تستفيد منه. فانت قاعد حضرتك هنا عشان انت صاحبي طبعا، يعني دي ما فيهاش جدال، واخويا حبيبي وبينا ربنا عيش وملح يخليك وكل والله. الحاجات دي. والله. بس عشان انت فعلا بتقول كلام لا والله ده كتير والله. كفايه ان هو علم يا عم كتير والله، مش زي ما انت فاكر والله، الموضوع اسهل ما احنا من الناس متخيله. طب ولا العلم، وللعلم هل في وكلاء لاعبين ليهم، مش هقول اللي بيتحكموا، بس ليهم كلمه في الانديه؟ بشكل او باخر الاجابه القصيره اشرح، ما تاخدهاش براها بعد اذنك بقى، ما تنتجهاليش انا ما باخدش نص وتسوحني. انا ما باخدش نص دقيقه. بص، لا الطبيعي ان اي اداره او اي مجلس او اي مدير تعاقدات بيبقى ليه رجالته اللي بيميل ليها، بيثق فيها، مستريح معاهم، فبيشغلهم اكتر. تمام. فطبيعي بيحصل، وهي الناس دي هي اللي بتاخد الشغل قبل ما حد تاني ما ياخده، او بتعرف معلومات قبل ما حد تاني ما يعرفها، فبالتالي بيبقى ليه الافضليه. وده طبيعي، اي مجلس او اي اداره او ايا كان ليها رجالتها اللي بترتاح لها. تمام. فطبيعي موجود، ده حقيقي. طب بيكون ليهم بقى كلمه مسموعه جوه، ولا مجرد بس ان انا مثلا رئيس نادي، يعني مثلا هديك مثال حي كمان. خوان لابورتا. لا مثلا ماشي خوان لابورتا. ماشي. خوان لابورتا صديق خورخي مينديز، ويعشق خورخي مينديز، وبينهم بقى البيتزا والعشاء والكلام ده كله. وصداقتهم دي كانت من اهم اسباب انه جواو فيليكس وجواو كانسيلو الاثنين على وجه التحديد يمضوا لبرشلونه بشكل اعاره السيزون اللي فات. ومن المحتمل كمان ان الاثنين يا اما يكملوا اعارتهم، يا اما الاثنين يخلصوا بان. بس خورخي مينديز ملوش كلمه جوه النادي يعني. بتهيألك بالدرجه دي؟ بتهيألك ممكن يكون لي كلمه طبعا، ان هو تتقال الكلمه. خلي بالك، انت لازم تاخد بالك، انت لو عندك وكيل لعيبه، لو هو دماغه سم ومسيطر على لعيبته جامد، وليه 4-5 لعيبه جوه فريق واحد، ممكن يعمل لك نوش. للدرجه دي؟ لو هو شراني. لو هو شراني وعايز يوزي اللعيبه ويقعد يجيب لهم عروض، ويقول له لا ما تروحش التمرين، طب استهبل، طب مش عارف ايه، طب اقول لهم انا مصاب، طب اقول لهم الخلفيه ناحيه عليا، ويقعد بقى يوقع الفريق ده ويقرف في مجلس الاداره ويقرف في اداره النادي لحد ما يدوله طلباته. ده لو هو شراني. حلو. ده طب لو هو شراني، في حد شراني بدون ده ذكر اسامي لو وجد يعني هنا في الدوري ممكن يكون عمل كده، عمل حاجه شبه كده؟ شراني لا، بس مسيطر. في مسيطر وليه كلمه وتتقال كلمته، مش تتنفذ، تتاخد كلمته. خلينا نقول ايه، كمستشار للنادي. ده كده ما بقاش مجرد وكيل لعيبه، ده لا. طب كلمته دي لمجرد بس صداقته بالمجلس الاداره، ولا الناحيه الثانيه ان هو عنده لعيبه كتير زي ما انت بتقول للبعض؟ لا، ممكن تبقى من مبدأ الصداقه.
وان هو على درايه ومعروف في السوق والكلام ده كله، بس هي بتبقى مبنيه اكتر على معرفه شخصيه، نتوركينج من الاخر. طب حصلت قبل كده ان انت شفت ان هنا في وكيل لعيبه مش هقول بيحرض، بس بيقول للكام لعيب بتوعه او اللعيب من اللعيبه بتاعته بقول لك اتمرد، ما تروحش، ما تعملش. انا ما شفتهاش لايف، لا صراحه. سمعت بس ما شفتهاش لايف. بس حصل. شفتها اقول لك قدام عيني حصلت. لا لو كانت حصلت انت سمعت. هتسمع. بص اصل هو كده كده يا مروان، أنت كل بتقعدش حاجه مع أي حد. هتسمع. اصل انت ما بتقعدش مع اي حد برضه. ما هو انت كده بتقعد مع كده ناس هتسمع. انا عارف ان انت مش تسمع ما الحاجه انت اللي معديه عليك. لا، ما انت كده كده هتسمع. بص في مجال الكوره هتسمع وفي لعيبه كويسه وفي لعيبه وحشه، وانت تعرف، ما انت تعرف اللعيبه برضو يا زيزو، ما هو انت تعرفهم كويس. ما انا عارف القصص، هجيب لك وبموت روحي من الضحك. حكيت لك اخر قصه اعتقد حكيتها لك. وارد. بتاع كان فيها مكالمات وفيها واتساب وفيها اتمنى ما اكونش حكيتها لك عشان ابسطك يعني. ماشي، وارد تكون حكيتها لي. حكيتها دلوقتي يعني. لا طبعا، لا كده كده اللي انا سمعتها مستحيل تحكيها. لانه في حاجات تانية برضه هحكيها لك. بس لكن عشان بس ما نعملش جو التشويق، لا موجود. هقول لك بتسمع زي ما بسمع، فاهم؟ كلام بيتقال في السوق يعني زي ما بنقول، فاهم؟ طب انت ما عملتش كده قبل كده مع اي لعيب من اللي انت؟ لا يمكن، لا خالص نهائي. طب ما فيش اي لعيب اتمرد عليك انت شخصيا؟ ما فيش اي لعيب حسيت ان هو زي ما بيتفق معاك على حاجه وبيروح الناحيه التانية يتفق مع حد تاني على حاجه تانية خالص؟ بتحصل بقى مع انا بميل يعني ايه، حته وكاله اللعيبه دي انا كنت هاملها اخر كام سنه ورجعت فيها مؤخرا. فالكام سنه اللي انا كنت شغال بيهم ايه، نص طاقه كنت مركز اكتر في الاعلانات وبتاع. فكان بيجي الصيف كده ما كنتش مركز فيها، ما كانش دايما اللعيبه معايا، بس لا بتحصل طبعا. اللعيبه الافارقه مثلا او الاجانب من اصول افريقيه بيجي له 10,000 واحد بيبعت له واتساب يقول له انا وكيل في مصر وجايب لك العرض الفلاني. ومن 10,000 دول في 9,000 اصلا مش وكالة لعيبه، وهم لسه مثلا بيحاولوا يبتدوا او بيجرب اطراف معنيه، ففي حد قايل لهم لا بيجرب حظه، لا بيجرب حظه، لسه في بدايه الطريق تحت خالص، ما يعرفش اصلا الشغل دي بتتعمل ازاي، ولا عارف القوانين ولا عارف اي حاجه خالص، تمام؟ ولسه بيجرب حظه. في مثلا من 10 اللي استصفوا في الاخر 10 منهم وكالة لاعبين حقيقيين، فبيبتدوا بقى ايه، بيحاول يلعب بيهم بقى، ومين هيضغط على التاني، يشوف بقى، يحاول يقول له طب ما انت تجيب لي عرض اعلى وده يجيب لي، ويحاول يقومهم على بعض يعني. مين اللي بينقي مين؟ الوكيل اللي بينقي اللعيب ولا اللعيب اللي بينقي الوكيل؟ بيرضي الطرفين، بس عاده اللعيب هو اللي بيروح عاده الوكيل هو بيروح للعيب عاده. طب انت النهارده لما بتقرر تروح للعيب بتروح له بناء على يعني فنياته بس، كونه لعيب عنده فنيات عاليه، ولا لو عنده فنيات عاليه وانت شايف او عارف او من مجرد ان انت قابلته مثلا لاول مره بتعرض عليه وكاله او حسيت ان هو مش هيريحك زي ما بنقول، ممكن تتغاضى عنه خالص وتقفل الملف معاه وكده؟ بص، لا، في فرق ما بين مش هيريحني وفي فرق ما بين هيسوحني. في لعيب يقدر يسوحك. طب ايه الفرق معلش؟ مش هيريحك دي اللي هو فاهمينها، اللي هو هيبقى متعب وتيجي مثلا تحاول تنصحه بحاجه. انا شغلتي في الاخر ايه؟ هي في الاخر النصيحه، انت بتحاول تقدم له افضل حل والنصيحه. يعني انت مثلا انت حياتك تبقى اسهل قد ايه يا زيزو مثلا لو كنت بقى ليك حد هو اللي بيتفاوض لك على فلوسك مليار مره كانت تبقى. انت رايح شغلك مثلا بتعمل اعلان ولا بتعمل بودكاست ولا مش عارف ايه وبتسجل وبتاع، وانا موجود انا بقى متفاوض لك في مشاكل. انت راجل بروفيشنال بتروح تمرينك بتعمل كل حاجتك، وفي واحد بقى هو اللي بيقود الخناقه، هو اللي مع نفسه بقى بياخد لك انت الخناقه بالنيابه عنك. فهو دوره مطلوب. ثانيا دوره ان هو عارف مثلا انت شخصيتك هتمشي مع مثلا المدرب الفلاني ولا لا، او مع النادي الفلاني ولا لا، هتبان ولا لا. انا عن نفسي على المستوى الشخصي بحاول اروح للعيب اللي انا بحس ان انا هعرف اقدم له حاجه ادد فاليو، اقدم له حاجه جديده. خلي بالك في لعيبه كتير مميزه ما استجريش اروح اكلمها، ما عنديش حاجه اقدمها له، اللي هو محتاجه مش عندي. لو انا مثلا هحاول اجيب له عرض من بره، انا مش هعرف اجيب مثلا اللعيب الفلاني ده عرض من بره، مش هتعب نفسي معاه. يا عم استفدنا وتشرفنا بمعرفتك، بس مش هطلب منه مثلا يمضي لي حصر اللي انا عارف ان انا مش عارف اقدم له حاجه. فاروح له ليه؟ سيبه هو بقى يشق طريقه ويروح مع واحد يقدر يفيده. طب وامتى اللعيب يسوحك؟ في لعيب بقى ممكن يسوح. حصلت لي مره، كنا مسافرين بلد اوروبيه ووقف قدام المطار
واللعيب ما جاش. انت بتتكلم على نجم، انت بتتكلم اه بتكلم على نجم. واللعيب ما جاش، بكلمه ما بيردش. كلمت قريبه قال لي لا ده مش في القاهرة اصلا، ده في بلدهم وعيان جدا مش هيعرف يجي. الكلام ده امتى بيحصل؟ امتى يعني ايه بيحصل؟ يعني حصل اللي انت بتتكلم فيه ده كان توقيته ايه من اتمام الصفقه؟ كان توقيته ايه؟ كان بعد ما مضى بره و... وما كانش مبسوط في النادي اللي هو فيه، وقرر انه يرجع ومد اجازته مع نفسه. مد اجازته مع نفسه، قال لهم لا مش راجع يا جماعه، مش مبسوط. و... وبعدها رئيس النادي طلب حضورنا، فطبيعي خلاص الراجل بعت لي تذاكر الطيران، هنروح له، ما حقه. جميل. حقه، طلب حضورنا. فانا رحت المطار، ما لقيتش معايا لعيب وما جاش. لعيب؟ انت بتتكلم على نجم مش عادي. يعني بتتكلم على نجم مش عادي. وما جاش. فركبت الطياره رحت لوحدي بقى. فبقى رئيس النادي مقتنع ان انا اللي بوز اللعيب، هو مش عارف ان اللعيب ده يسوح بلد. اوف. فبس حصل الموقف بقى. وقعدنا كده بقى نروح ونرجع، خلي بالك نروح ونرجع في نفس اليوم، كان بلد اوروبيه يعني، نروح ونرجع في نفس اليوم. وخلصت على ايه؟ خلصت على ما فيش في الاخر، يعني ما طرد الطرفين ان هو خلاص كده مش هيكمل. ما عجبوش الوضع ومش حاسس ان الموضوع ذو افاده ومش هكمل خلاص. وما كملش. طب وموقفك انت ايه ساعتها مع النادي؟ وموقفك انت ايه؟ بص الحمد لله هو ما كانش يعني نادي عنده جماهيريه طاغيه مثلا ولا اي حاجه، والنادي هبط في الاخر ويعني هي الظروف يعني اي نعم هي مأساوية بس خدمتني. فمش هنكر يعني. انا مستغرب يعني مش قصدي حاجه، بس لو انا مكانك او لو انا دلوقتي هقول لك خدمتك، هقول لك لا يا معلم دي اكيد جت عليك بخراب مثلا، اللي هو ليه ما جاتش بخراب يعني، خلاص بقى فاهم هو بقى مش لعيب عادي. ما هي دي بقى دي مشكلتي، ان هو كمان ما كانش لعيب عادي، لعيب مثلا مش معروف، لعيب تمام. لا لعيب معروف، ما انا بقول لك لعيب معروف، لعيب مش معروف فمش هيأثر عليك. لكن لا، انا بالنسبه لي اعتقد والله اعلم تأثر عليك انت. لا الحمد لله ما اثرتش يعني، بل بالعكس ادتني انا خبرات كتير. لان خلي بالك، لان هي يعني هي احد المواقف اللي انت مش هتشوفها غير مع اللعيبه المختلفه شويه. فلما بنتكلم في دايما ايه، كل جيل كده يطلع لك لاعبين 3 دماغهم مختلفه عن بقيه الناس، محتاجه معامله مختلفه عن بقيه اللعيبه. وده عاده بيجي مع ان هم عندهم موهبه زياده شويه. يعني هو ايه، هم 24 قراط، فاهم؟ ربنا هيزود لك شويه في الموهبه. الناحيه التانية بقى ممكن الله اعلم بقى هتجي لك مين. واحد بيجيله اصابات، تلاقي لعيبه كتير موهوبه جدا بس الاصابات بتعوض لها. واحد الدايره اللي حواليه وحشه جدا. ده انا شفت قرايب لعيبه مستغلين للعيبه، بيعاملوه معامله ATM. انت اللي فلتت فينا، انت اللي تصرف علينا بس. يعني مش بنساعدك، احنا بقى بندعمك. لا بيجيبوا الارض، لا بيجيبوا الارض. انت ATM بيجيبوا الارض، الماكينه المتحركه بالنسبه لنا. حط طلع فلوس، طلع فلوس يا باشا، انت اللي فلت. ده عينك. مش عينك يعني، بيبقى الموضوع مبني عن حب بس يعني. بتشوف بقى جميع الاشكال والالوان، بتلاقي بقى فعلا الكويس وبتلاقي المحترم، بس بتلاقي من الناحيه التانية اللي دماغه هربانه منها. مش عارف ليه ساعات بحس ان الاحترام في شغلانتك دي بالذات زياده، يعني اللي هو يعني انا اسف ما اقصدش حاجه، بس انت يعني ابن ناس قوي، فاهم قصدي؟ انا ابن ناس جدا متربي قوي. الراجل بقى متعلم. دي مشكله اتقالت لي قبل كده، قالت لي لا مشكلتك ان انت متربي كويس. دي حاجه وحشه يا جماعه. اتضح ان هي حاجه وحشه مع ناس معينه. مشكلتك ان انت ابن ناس قوي، مش هتنفع مع العالم دي يا جماعه. العالم ده مش بني ادم شحم ولحم ده زينا، ربنا كاتب له مخ بيديله لسان، زي ما هيحاسبني هيحاسبه. اللي مش هنفع معاه ليه. فهمت بعد كده ليه اتقال لك كده مع الوقت، بس لسه رافضها. لازلت رافضها. ما هو لازم اعوج لساني الشمال واتكلم بطريقه معينه واكذب واخون وابيع العشره وكل الكلام ده عشان انجح. لا هنجح بطريقتي. لا بس هنجح بطريقتي، مش بيع عشره، عارف؟ هنجح بطريقتي برضه. انا اتفق معاك، بس انا بشوف، عارف انت اللي هو يعني طبعا يا رب تنجح بطريقتك ان شاء الله، تكسر الدنيا يا رب يا رب. بس انا بتكلم من وجهه نظر انه الناس دي اكيد بتقول ايه، اللي هو اللعيب اللي انت بتعامله بالطريقه الشيك هو مش فاهمها، هو اوريدي مش فاهم ان دي طريقه شيك، هو اوريدي مش فاهم. اللعيب ده ما فهمش، اللي بعده هيفهم.
اللي بعده هيفهم. انا مقتنع بكده. وبتجيلي لعيبه مثلا بتبان على فكره مثلا في الناشئين اكتر شويه. بيجي لي لعيب بص يقول لي بص انا قعدت مع وكلاء فلان وفلان 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 واساميهم هم اشطر مني مليون مره ومعروفين اكتر مني مليار مره وبتاع، بس يقول لي بس انا استريحت لك انت عشان انت ما كدبتش عليا، انت شرحت لي الوضع كما هو. تحصل اكتر، ففي واحد يقدرها. ايه الشغل؟ انا حاسس ان انا مطول عليك والله. لا يا عم ما انا معاك اهو، ما انا معاك. بس انا بحاول عارف انت اللي هو افهم منك اكبر قدر ممكن، خصوصا في المساله دي، لان المساله دي فيها حاجات كتير قوي الناس حتى ما تعرفهاش. بس ايه الشغل الافضل بالنسبه للوكيل؟ الناشئين ولا اللعيبه الكبار؟ بص ما فيش حاجه اسمها الافضل، في كل واحد وليه ستايله، يعني كل واحد وليه الستايل اللي ينفعه. في اللي يقول لك لا انا هشتغل مع النجم، لما يبقى نجم ويتخانق بقى مع الوكيل اللي رباه وهو صغير ابقى اخده. في يقول لك طب انا ما هخش انا بقى مع الوكيل اللي معاه مثلا. في اللي ياخد من تحت خالص. فلا كل واحد والاسلوب اللي يناسبه. مفيش اسطمبه معينه، مفيش شكل معين هو ده اللي ناجح وده اللي لازم احنا نشتغل بيه. كلهم بينجحوا، يعني كلهم لو كله اشتغل صح كله هينجح. طيب هل هتوعدني ان دي ما تكونش اخر؟ لا ان شاء الله، بس محتاجين بقى نحضر حلقات تانية نفجر في دي كانت في عجاله وما لحقناش نحضر. محدش هيقدر يفيدني في اللي بيحصل دلوقتي. لا عايزين نحضر حاجه للمشاهدين بقى، عايزين قصص قصص يا زيزو. انا قاعد كده ما انا عارف انك قاعد. ونفسي نجيب الطرف الثاني نقعده هنا. لا الطرف الثاني كرة تقفل تاني يوم. والله الطرف الثالث هو اسمه الطرف الثالث، هو ده الطرف الثالث. هو ثالث في رابع. ثالث في رابع لسه تخين زي ما هو يعني عامل زي اليويو كده يخس ويتخن. انا مبسوط قوي ان انت والله العظيم شرف ليا، اول تجربه ليا قدام الكاميرا. ونرجو الساده المشاهدين يعني تكون عجبتهم الحلقه، ما تكونش اخر ليا. حاسس الكومنتات هتقطع فيا. لا ما حدش هيقطع فيك، بالعكس الناس وصي عليا وصي عليا يا زيزو. لا وصي عليك جامد، وصي عليا. ويا رب ما تكونش الاخيره زي ما بيقولوا. ويا رب اشوفك خورخي مينديز يا عم، يا رب يا عم. اي حد في الناس دي. لا شويه لعيبه برشلونه يا عم، شويه لعيبه برشلونه. ده يبقى دي الاعتزال ده. هبطل بعدها، اعتزل خلاص. اهو بقول لك قاعد قدامك اهو. اعتزل بعدها بقى. سيدي همسك النادي ده وهتشوف. سيبك انت تتحكم في امورك. الوكيل الباراشوت اللي بينط على كل ديل وبتاع، ويطلع عليا بقى الاشاعات دي في الجرايد. مروان شيربينوفيتش شيربينوفيتش المتحكم في كل اصول نادي برشلونه. شرفتني. لا شرف ليا والله يا زيزو. وهتمنى ان هي ما تكونش الاخيره زي ما قلت لك ان شاء الله. مضطر حالا ان انا ابص للكاميرا دي واقفل، بس عشان خلاص انا بتصبب. خلاص انا هبص للكاميرا بتاعتي وانا هبص للكاميرا دي، واقول يا رب تكونوا استمتعتوا معانا في حلقه النهارده اللي كان ضيفي فيها الكابتن مروان شربيني. شكرا عزيز والله. وكيل اللاعبين الافضل من وجهه نظري حاليا. الله مش متحيز خالص، هو بس متحيز، بس مش متحيز. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وهستنى طبعا الكومنتس بتاعتكم تحت تقولوا لي ايه رايكم في كل ما تم طرحه في حلقه النهارده، وتقولوا الناحيه الثانيه لو في حد عايز يبقى وكيل لاعبين، عايز يبقى مدرب، حد عايز ياخد سلك كده في كل الاطار ما يتعلق بكره القدم بشكل عام، هنفيدكم فيه ان شاء الله كالعاده، لان هيكون في حلقه ثانيه او ثالثه كمان مع مروان زي ما وعدنا. وان شاء الله الحلقه الجايه تعجبكم اكتر من الحلقه اللي فاتت، لان الحلقه دي انا عارف ان هي حلقه قويه جدا، وممكن نقعد شويه ونشوف حلقات مختلفه عن الكوره. الله اعلم وعلم هتكون ايه هفاجئكم بيها فيما بعد. كان معاكم زيزو في زي كاست. استنى كل ارائكم واللايك والسبسكرايب يا جماعه، الشغل بوست او سبسكريبير. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.